السلام عليكم. من بعد رمضان كيتخلق لنا البروغرام، النعاس، الماكله، السبور، بزاف ديال الحوايج. داكشي في هذا الفيديو هذه غادي نبارطاجي معاك من بعد الحلول والتطبيق ديالها على حياتي. انا نعطيكم واحد المثال تطبيقي على حياتي. خليكم مع لا فيديو. المهم هذا الشيء ان شاء الله خصكم تحاولوا انكم تبداو اليوم قبل غدا. يعني دابا النيت. جيب معاك جد ورقه وخدم معايا هذا البروغرام هذا. يعني اول حاجه انه في رمضان كنكونوا كنعسوا روطار، كنفيقوا بكري. الماكله مثلا في الصباح كتكون المعده خاويه، كتكون عندنا انه كاينه الانرجي. سيرتو في جويه ديال الظهر. ومن بعد ملي كيقرب المغرب الواحد بدا كيجيه داك النعاس وداك العيا. اون فوا كنفطروا كطرخه كاع. من بعد رمضان كيكون صعيب شويه، انه النعاس كتولي مخربق. ما كتقدرش انك تحكم في نعاسك. وحتى في النهار ديالك الانرجي كتكون مختلفه. علاش؟ حيت هاد المره هادي كتولي كتغدى، ملي كتغدى كتقل المعده، ماشي بحال في رمضان. وعاود في ديك الجوايه ديال المغرب هنا كتكون الانرجي مزيانه. يعني من بعد رمضان كتكون واحد الانرجي اللي هي زينه، الجسم كيكون واكل مزيان، كتكون مرتاح. يعني خصك تستغل داك الوقت. داك الشيء علاش غادي نبدا معكم اول حاجه اللي هي الصلاه والنعاس، يعني اللي راهم لي. خصنا باش نقادو النعاس ديالنا خصنا نقادو الاوقات ديال الصلاه ديالنا. علاش؟ حيت انا ديما كنفضل انه النعاس من بعد العشاء ونفيق قبل الفجر. هكا يعني كلشي كيتقاد. راه الا قدرنا اننا غير هذه القضيه هذه اننا نريقلوها مزيان، الباقي غادي يتقاد بطبيعه الحال. دابا حاليا المهم دابا راه بدا كيقصر الليل. شحال هادي يعني الواحد يقدر ينعس من بعد العشاء ويفيق من قبل الفجر ويبقى فايق. ولكن دابا غادي يبقى يطلع شويه الفجر، يعني تجي شويه صعيبه لكن ماشي مشكل. يقدر الواحد انه يزيد واحد السويعه، ولا كل واحد على حسب البروغرام ديالو كيفاش كيكون في الصباح. يعني اول حاجه اللي كنضرب لها انا الحساب هي النعاس. واللي كيكون لي معاه هي الصلاه. يعني العشاء انا في المدينه فين كاين انا كتودن تقريبا مع العشرة. يعني الواحد الا نعس من مباشره من بعد العشاء وفاق واحد نص ساعه قبل الفجر غادي يكون نعس يعني مع العشرة ونص، وغادي يفيق مثلا مع الخمسة ونص اللي هي 7 ديال السوايع. انا الى 7 السوايع صراحه مزيانه. يعني الواحد ما يقدرش كاع انه يرجع، يقدر انه ما يرجعش ينعس من بعد الفجر. هادشي اللي كندير هي اول حاجه النعاس. خصنا نزيرو راسنا انه من بعد العشاء نعسو بكري. واخا هي راها صعيبه ولكن هي هذه لوبجيكتيف يكون هو هذا. ومن بعد الواحد يبقى غادي وهو كيولف حتى في التالي ان شاء الله نوليو كنعسو يعني بكري. هذا هو اول حاجه كندير. يعني الا قادينا النعاس ديالنا الحوايج الاخرى يتقادوا موراها. كتكون التتمه. يعني الظهر حنا هنايا كتودن دابا مع الزوج. يعني اصلا دابا الجوج الواحد يكون سوا في الخدمه ديالو سوا في القرايه ديالو. يعني راه غادي خصو يصليها تما فين راه، يعني يكون خرج من الدار. وكاين العصر يعني الخمسة ونص نفس الشيء. الواحد يا غادي يصليها مثلا برا عادي يدخل في حاله، ولا مثلا الى كان غادي يخرج شويه بكري يقدر حتى يجيبها حتى للدار. يجيبها حتى للدار مثلا ويصليها زعما مثلا في الجامع اللي قريب لدارهم. ولا هذه يعني حاجه اللي هي مزيانه الخمسة ونص. انا مثلا الظهر والعصر اغلبيه ديال الاحيان كنصليهم قبل ما نرجع للدار. كيبقى مثلا المغرب. المغرب هنايا عندنا حتى 8 ونص وصافي. عندنا العشاء هي اخر حاجه يعني اللي نصليوها قبل ما نمشيو نعسو. هادشي اللي كاين. يعني دابا انا في نهاري هادشي اللي كندير هي اول حاجه اني كنحط الاوقات ديال الصلاه. العشاء والفجر كيحددوا لي فوقاش نبقى نعس وفوقاش نفيق. والصلوات الاخرين ضروري انني نكون دايرهم في البروغرام ديالي هكا باش ما نبقاش ننسى. حيت شي مرات مثلا الا ما حطيتهمش في البروغرام ديالي شنو كيوقع؟ كنمشي نقضي غراضي وكنسى باللي راه تابعني واحد الحاجه سميتها الصلاه. سورتو هنا مثلا ما كاينش الاذان. يعني ما كتعرفش خص ضروري تكون يعني سوا داير ابليكاسيون ولا تكون دايره يعني في البروغرام ديالك. هادشي اللي كنحاول انني ندير انا باش ما ننساش. وحتى حاجه اخرى انك كتنظم النهار ديالي. مثلا الظهر عندي مثلا ما بين الفجر والظهر شحال كاينه من ساعه.
6 عندنا من 6 حتى الجوج، يعني كاينه 8 ديال السوايع هنا. هادو هما السوايع اللي كيكونوا ليبر، يعني عندي هنا 8 السوايع من بين الفجر والظهر. ما بين الظهر والعصر، يعني ما بين الجوج والخمسة ونص كاينه 3 السوايع ونص. وما بين الخمسة ونص والثمانية ونص كاينه 3 ديال السوايع. واخيرا من بعد المغرب، من المغرب حتى العشاء كاينه ساعه ونص. وهنا ما بين يعني العشاء والفجر نورمالمون راه كاينه 8 ديال السوايع. يعني المهم راه ندير على حسابي انا، ولكن كل واحد يدير على حسابه. مثلا انا الا قلت غادي نبدا مع 9 الخدمه ديالي، يعني خصني نخرج ساعه قبل اللي هي 8. نقولوا 8 الواحد يكون خرج مثلا من من دارو. يعني الا كان الواحد غادي يبدا مع 9 ويسالي مع الخمسة، يعني عاوتاني باش يوصل للدار عنده مع 6 د العشيه. يعني في الحقيقه الوقت اللي عندي راه هو من 6 حتى ل 8، يعني عندي هنا جوج سوايع. عندي هنا جوج سوايع وعندي 4 سوايع في العشيه. نورمالمون راه هادو هما 6 السوايع هي اللي كتبقى لي انا في نهاري. بالنسبه لي انا عندي 6 السوايع. 6 السوايع يعني فيها طياب ديال الماكله، فيها الماكله، فيها جميع ديال الحوايج، فيها سبور، فيها بزاف ديال الحوايج. انا يعني ديما عندي واحد الكارني كنوطي فيه يعني الحوايج اللي كندير، الحوايج اللي كنحتاج انني نديرهم. حاليا عندي سبور، عندي القران، القرايه ديال القران، عندي ساعه ديال لا فامي، عندي الكرياسيون دو كونتوني، وعندي شي حاجه ديالي مثلا انا نتعلمها في الدومين ديالي انا. يعني صراحه هادو هما الحوايج اللي كيخصني انني نديرهم. وكيفاش كندخلهم يعني في البروغرام ديالي؟ اول حاجه عندي سبور فيكسيت لها واحد الوقت. مي كندخل للدار مع 6 شنو كندير؟ كندخل للدار، كنجمع حوايجي وكنمشي ندير ساعه ديال لونطرينمون. يعني عندي من 6 ونص، نقولوا حنا من 6 ونص. انا دابا غادي نشد من هاد 4 السوايع، ها هي 4 السوايع، غادي نشد منها 1 اور ديال السبور، الرياضه. عندي ساعه ديال الرياضه كتكون ما بين 6 ونص و 7 ونص حتى 7 ونص. هي هذه كنرجع. المهم هي في ساعه كندير فيها لونطرينمون ديالي، فيها الدوش، وموراها كنوجد ماكلتي، كنطيب ماكلتي. من عندي دابا ساعه عاوتاني اخرى عندي ديال الاكل. حتى ل 8 ونص هذه كنطيب فيها ماكلتي. صراحه كنطيب العشاء وكنطيب حتى الغداء، يعني كندير جوج ديال به فيه. كنطيب عشايا ومنها كنطيب حتى الغداء ديالي، كنصاوبها في السوبيره ديالي وكنديرها في الثلاجه حتى الغد ليه وكنديها معايا. يعني كنربح في جوج. كنربح هاد يعني العشاء ديالي والغداء. تبقى لي واحد الساعه هي اللي كنهضر مع العائله. المهم نقولوا حنا من 9 من نرجع من الصلاه من 9 حتى 10. موراها نمشي نصلي العشاء ديالي ونمشي نعس. يعني لقينا هنا باللي هي نورمالمون عندي 4 ديال السوايع، ولكن بطبيعه الحال 4 ديال السوايع فيها واحد ساعه كتمشي في التفرتيت كما يقولوا، هذاك التفرتيت. يعني حيت انا قلنا غادي نوصل مع 6، عندي واحد نص ساعه باش نوجد فيها راسي. ونفس الشيء عاوتاني ما بين المغرب غادي ياخذ لي حتى واحد نص ساعه ما بين الصلاه وحتى قراءه القران. كيفاش كندير القرايه ديال القران؟ كان لوبجيكتيف ديالي هو انه نختم يعني في 40 يوم. اللي كنجاهد راسي انني نديرها هي انه في كل صلاه نجلس واحد 5 حتى 7 دقائق شحال نقرا فيهم 35 ايه.
الا قريت 35 ايه في النهار في كل صلاه، يعني 5 المرات في النهار، صراحه كتجي خفيفه. 5 دقائق ولا 7 دقائق في سبيل كتجي، حيت جربت بزاف ديال لي سيستم. هذا من بين احسن لي سيستم صراحه اللي نفعوني بزاف. يعني كان نقرا 35 ايه من بعد قبل ولا بعد الصلاه، كتجي سهله. وكنختم القران في ما بين 30 حتى ل 40، ما بين 30 المهم كدا 30 يوم، كدا 30 يوم كنكون ختمت القران. كنديرها يعني بحال هكا في كل صلاه. أه وهادشي اللي كاين. يعني دابا ها حنا مثلا الرياضه خدينا ساعه، الماكله خدات ساعه، العائله خدات ساعه، القران راني كندخلو يعني في كل صلاه، يعني في كل صلاه كنقرا 35 ايه. وهذا الشيء اللي كاين. يعني دابا عاوتاني في الفياق في الصباح بكري، ملي كنفيق مع 6 كنفيق، كان كنمشي نصلي بعدا ديال الاول، كنرجع مع ديك 6 ونص، حيت عندي اصلا شحال عندي 2 سوايع. كنرجع كنفطر، يعني الساعه الاولى كنفطر فيها. فين نكتبوها هنا. يعني هذا هو الصباح. شنو كندير؟ عندي من 6 مع 6 عندي الفجر وعندي الماكله. و مع 7، كان ندير ساعه ديال الكونتوني، ديال المحتوى. كنصور فيها، كنمونطي فيها، داكشي علاش قديت كنديرو. وتا واحد الحاجه اللي كتموتيف ملي كتبدا نهارك بواحد الحاجه اللي كتعجبك. كيمشي النهار زين كما كيقولوا. يعني هادشي اللي كاين. الواحد كنصلي الفجر، كنقرا دوك 35 ايه ديالي، كنرجع كنطيب فطوري، كناكلو، كنبدا الكونتوني ديالي واحد ساعه، كنخدم فيها الكونتوني سوا مونتاج سوا تصوير. هكا كيبدا النهار مزيان. كنجمع حويجاتي 8 انا راني شديت الطريق. صراحه هذا هو البروغرام ديالي، وهذا الشيء اللي زعما صراحه كنبغي انني نخدمه. جوج ديال الحوايج اللي كنزيدهم هو انه قبل ما ننعس كنحرص على انني نشد الفيتير ديالي ونكتب فيه البروغرام ديال غد ليه. هاد الحاجه اللي تنفعك بزاف الا درتها. حاول انك تكتب بروغرام قبل ما تنعس، هكا انه لغد ليه ملي كتفيق كيكون نهارك باين فين راه غادي. الا ما درتش هكا كتجيني صعيبه انه ندير شي حاجه مثلا في الصباح. كنفيق كنشد التليفون كنبقى ندور. حاجه اللي كديرونجي. تاني حاجه اللي راني خدام عليها ومن بعد ان شاء الله غادي نعطيكم الغوتور ديكسبيريونس وداك الشيء صادق ولا لا، اللي هو بغيت نبقى ما نخدمش في التليفون في الدار. غير الا كانت شي حاجه ضروريه، سورتو ملي كنمشي نعس ما نبغيش انني نخدم في التليفون. وشنو درت هو انه بغيت التليفون يبقى فوق البيرو، يبقى في البيرو. وإلا بغيت نخدم في التليفون خصني نجلس في الكرسي. هذا مشروع عاد خدام عليه، يعني ان شاء الله مازال من بعد نقول لكم شويه تجربه كيفاش فات التجربه، وشنو هما الحوايج اللي استفدت وشنو الحوايج اللي ما استفدتش منهم، وشنو درت باش يعني غير لو فات ديال انه نبقى غير نحطو هكا فوق الطبله. ما غاديش نربي العاده. داكشي علاش هاد السوبيره هادي كنحطها هنا، التليفون اي كندخل اوب كنشدو كنديرو في هاد السوبيره باش دماغي كيقول لي باللي صافي بما انه التليفون راه هنا في السوبيره، يعني ما تخدمش فيه غير الا كانت شي حاجه اللي هي ضروريه. مثلا غير الا هضرت مع صحاب الدار ولا كنجي كنهز التليفون ونهضر مع العائله ولا شي حاجه بحال هكا. هادشي اللي كاين يعني من هاد التجربه هذه. ان شاء الله غادي نبارطاجيها معكم من بعد، نشوف نقول لكم شنو واش خدامه ولا ما خداماش. واخر حاجه بغيت نهضر عليها هي انه هنا يعني سيرتو في الغربه الوقت كيفوت كيطير، والناس اللي راهم هنا تكونوا متفقين معايا بطبيعه الحال. والحل هو انه خصنا نردوا البال الوقت ديالنا فين كيدوز. راكم كتشوفوا بحال مثلا في نهاري راه لقيت شحال عندي في التالي بقات لي 6 سوايع. 6 سوايع راه فيها كل شيء، منك يا تصبان، منك يا طياب، منك يا كلش. يعني الواحد الا ما زيرش راسو انه يدير مثلا السبور، ينظم ماكلته، يهضر مع العائله ويدير واحد الحاجه كتعجبو، راه ما كاين والو. الوقت كيطير، الوقت كيجري. حاولوا انكم تزيروا راسكم على حسب الرياضه، على حسب الماكله تكون نقيه. لا فامي ما تنساوهاش، الايام كتجري. والهضره مع اصحاب الدار يعني خصنا ماشي لا كونتيتي اللي خاصه وانما لا كاليتي.
سويعه الواحد يجلس ما يكونش كيخدم في شي حاجه اخرى، يهضر مع اصحاب الدار، حاجه اللي هي زوينه. ومؤخرا صراحه راه وليت باغي حتى نستغل حتى جوج سوايع ديال الطراجي. كنت يعني كنبغي انني نقرا فيهم القران مثلا في الترونسبور، نشد القران ونبقى نقراه. ولكن ماشي هي جربتها يعني كحل كزعما كبروغرام انه نبقى نقرا به الورد اليومي. ولكن شي مرات كيكون زحام، شي مرات كتكون جاي مع شي واحد مثلا في الطريق. آه، ماشي شي حاجه اللي غادي تخليك انه تداوم على القران. يعني هي تقدر انه ديرها كزياده، تقرا فيها القران مزيان، ولا مثلا تسمع فيها دي بودكاست. الواحد عاوتاني الا كان كيسمع لي بودكاست، ولا المهم يدير شي حاجه اللي تنفعو. واه ولكن صراحه بالنسبه للقران كنفضل انها الطريقه هذه هي اللي خدمات لي، مجربه ديجا، خدمت بها يعني مده طويله، واحد 3 شهور، وخدمت لي مزيان. داكشي علاش غادي نرجع لهاد القضيه هذه، وهاد السوايع هادو نحاول انني ندير فيهم شي حاجه اللي فوالا بودكاست، سواء في الدومين ديالي سواء في شي حاجه اللي انا كتعجبني. باش نستغل هذوك جوج السوايع، هكا نكونوا استغلينا 8 ديال السوايع مزيان. هادشي اللي كاين. الناس ديال الغربه حاولوا انه نزيروا راسنا على حساب الوقت هو اللي عندنا، الوقت كيطير، الوقت كيجري، نديروا فيه حاجه اللي كتنفع. وهذا البروغرام هذا يعني في الايام العاديه والايام ديال وسط السيمانه. وبالنسبه للويكاند هذا الوقت ديال الخدمه يعني 9 8 9 10 ديال السوايع، 10 ديال السوايع تولي كامله ربح، حاجه اللي هي مزيانه. هذيك الوقت عاوتاني ديال الويكاند الواحد خصو يحافظ على هذا البروغرام، يعني نفس الفياق يفيق، نفس النعاس ينعس. و في وسط النهار في بلاصه من انه يمشي للخدمه ولا يمشي للقرايه، يحاول انه يخدم كثر على داك الشيء اللي ما لقالوش الوقت. بحال مثلا انا كنحاول انني نصور كثر الكونتوني هكا، حتى في وسط السيمانه كيبقى لي غير المونتاج ولا شي حاجه. كنحاول انني نصبن حوايجي، نمشي نجيب التقديه، المهم كاع اي حاجه اللي كيخصها الوقت كنحاول انني نديرها في الويكاند. هذا الشيء اللي كاين. نتمنى لا فيديو تكون عجباتكم.